اذا الاخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون حول الخطوات اللي غادي نتبعوا باش ناخذوا او لا نشريو ارض فلاحيه بلا مشاكل، بلا ما يمشيو لنا فلوسنا، بلا ما نتعرضوا للنصب. لانه بزاف ديال الناس طلبوا مني هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غادي نتبعوا خطوه بخطوه الوثائق القانونيه، واشنو خاص يكون في البلاد، اشنو الشروط، واش بغيتها الاستعمال الشخصي، يعني تبني فيها فيرما، ولا بغيتها البروجي مشروع، اما شي حاجه بومبا ولا لابيسين ولا مشروع فلاحي. هادشي كامل ان شاء الله غادي نشوفوه في هذا الفيديو هذا. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش ان شاء الله تخرجوا بمعلومات اللي مفيده ومفيده بزاف، اللي ما لقيتش الصراحه اللي يشرحهم لي انا في الاول، ولكن الحمد لله من التجربه كيتعلم الانسان. بلا ما نطول عليكم، اذا الاخوان، اول شيء خاصنا نعرفه هو المسائل القانونيه. المسائل القانونيه بالنسبه للارض، اي ارض فلاحيه، اراضي فلاحيه تختلف على الاراضي يعني اللي في المدينه البقع. علاش؟ لانه الاراضي الفلاحيه اولا كيكونوا فيها الورثه بزاف، كيكون فيها اما تحفيظ اما عدلي. بالنسبه للحاله القانونيه، الحالات القانونيه اللي كاينين اما محفظه اما عدليه ملكيه، اما جموع اما شياع. عندنا جوج حالات اللي غادي نطرقوا لهم، وهي ملي كتكون الارض محفظه ولا على الاقل ملكيه عدليه. هنا فين يمكن لينا نشريو، اما بالنسبه الى كانت جموع ولا سلاليه ولا ديال المخزن، فهاد الشيء غير بعدو منه. سمعتوني يا الاخوان؟ كيف ما قلت لكم، الا كانت على شياع ولا اراضي سلاليه ولا ديال المخزن، فهاد النوع ديال الاراضي من الاحسن تبعدوا منه. فاهمين على هاد النقطة هادي؟ جوج أراضي اللي كنشريو إما محفظة ولا على الأقل ملكية عدلية. نديرو في حالة كانت محفظة، عندك القضية سهلة، غتمشي تاخد السيري ديالها وتمشي للمحافظة تسول على هاد الأرض هادي واش ما عليها حتى شي ضرائب. مثلا راه تقدر مثلا شي أرض كتكون دايرة مليار وعليها 2 المليار ديال الضرائب، أنا غتدخل في مشاكل أنت ماشي في حاجة ليها. فاهمين؟ نديرو مثلا هذه محفظه. اما الملكيه عدليه، اول حاجه غادي تمشي عند عند عدول، لانه الارض الغير محفظه ما كتكتبش عند نوطير. غتمشي عند عدول من اختيارك انت باش يفيريفي معاك الوريقات. كتمشي انت والمعني بالامر، سواء كانوا بزاف ديال الورثه ولا كيكونوا موكلين واحد. مثلا كتكون 12 الوارث، 12 الوارث كيوكلوا خوهم ولا اختهم ولا يعني المسؤول. كتشوف هذيك الوكاله ديالو وكيفيري فيها العدول، لانه سبحان الله كاين الناس اللي ما كيعرفوش، فالعدول كيتحمل المسؤوليه. فاهمين؟ كيجيب لك ثاني حاجه البلون كاتاسترال ديال هذيك الارض، يعني داك الكروكي ديالها، الاحداثيات ديال ديك الارض، باديه من هنا كاينه هنا. المهم الناس اللي في جنبك الجيران ديالك. فاهمين؟ من بعد ما كيجيب لك البلون كاتاسترال ديالها، كتخرجوا للارض، كتشوف واش دوك الاحداثيات اللي في الارض واش هما نفسهم اللي في البلون كاتاسترال ولا لا. لانه بعض المرات كيبيعوا بلادات ماشي هما اللي في الوثائق، كيوري لك بلاد في الوثائق وكيبيع لك بلاد اخرى. وقعت بزاف ديال الناس، كندوي لك على تجارب. ملي كيكونوا كلشي مزيان كلشي هو هذاك، كتوكلوا على الله وكتكتب انت هذاك السيد. وما تنساوش قول له يعطيك الملكيه الاصليه. يعني مثلا كتكون ارض كبيره وكيقسموها الورثه وكتبغي تشري من عند وارث، الا بغيت تحفظ غادي تخصك ديك الملكيه الكبيره، الملكيه اللي كانت فيها الارض مجموعه. قول له يعطيك كوبي منها، هذه ضروريه وعقلوا عليها وقيدوها. هنا هادو المسائل القانونيه. سالينا من المسائل القانونيه، غادي ندوزو اشنو يعني المعايير اللي خاص يكونوا في هذه الارض هذه. بحكم انا طحت في هذا الشيء وتحكيت مع هذا الدومين بزاف، عن تجربه غنقول لكم شنو المعايير اللي خاص يكونوا باش ما تاخذوش ارض وتوليو نادمين عليها. فهمتوا؟ كاينين شي اراضي اللي غتاخذها بثمن طالع، فلوسك شحال وانت كتجمع فيهم ناوي باش تنميهم، كتولي ناقص منهم، كتولي بيعها بالخطيه ولا كتبقى لك في يدك. ياك؟ اول حاجه الاخوان هي الطريق. الارض تكون قريبه للطريق وتكون عندها طريق داخله ليها. الا ما كانتش على القدرون، يعني على الطريق، على الاقل تكون عندها طريق داخله ليها. فهمتوا الاخوان؟ تكون عندها طريق داخله ليها، واخا تكون غير بيست
وتكون ديك البيست يعني معترف بها بالجماعه، ماشي غير واحد داير الطريق غدا بغدا يقول خويا ما دوش من عندي غتولي حتى كي دير تشري كوبطير تبقى طير البلاد ديالك ولا كي غدير ليها. واش فهمتوا المعنى ديالي؟ يعني كيكون غير واحد عاطيكم الطريق، واحد الوقت كيجي كيموت هو كينوض ولادو كيقوم تبقاوش دوزو من عندنا من هنا، يعني كي غتولي دير لا، خاص الطريق تكون معتمده، يعني طريق معتمده، واخا تكون غير بيست وما تكونش بعيده بزاف تاني. واحد عنده 40 كيلومتر ديال البيست كي غيدير هاد الطريق هاد. واش فهمتوا الاخوان؟ الطريق ضروريه بزاف. تاني حاجه هو غادي تشوف الماء في هذيك المنطقه، لانه الارض بلا ماء زيرو، ما تتسوى حتى حاجه. ارض بلا ماء ما تتسوى حتى حاجه. غتشوف الماء في هذيك المنطقه، واش الماء موجود. غتسول الساكنه الجيران واش كاين الماء في هذيك المنطقه ولا لا. علاش العمق ديال الماء، النوعيه ديال الماء، واش الماء حلو شلوقي مالح، لانه وقعت لينا شرينا ارض والماء موجود ولكن مالح، دونك هذا اشكال. ثاني حاجه تتقلب التربه، تقدر حتى الا عندك الوقت وعندك زعما الجهد لهذا الشيء تقدر دير التحليل ديال التربه، ما كاينش مشكل ديال هذيك الارض ديالك. لانه مثلا كاين واحد شاري الارض بغا يدير فيها لافوكا ومشروع قداش، وفي الاخر الارض ما خدمش ليه لافوكا، دونك راه خساره هذه. فهمتونا الاخوان؟ هادو من الحوايج ضروريه. الطريق، النوعيه ديال الماء والعمق ديالو، واش هارب الماء من ديك البلاد ولا ما فيهاش ولا، والتربه النوعيه ديالها والعمق ديالها. هادو تقريبا هما المعايير اللي خاص يكونوا في ديك الارض. وثاني حاجه كتسول على الثمن في هادوك الجيران، انه الا صابوك براني يقدروا يزربوا عليك، يقدروا الخدام داير 2 الملايين ولا 3 يقولك 6 الملايين، انت بوجادي ما عارفش غتاوا غيجيبوك 5 الملايين. هما دابا بيعين اكثر من القيمه ديال ديك الارض هادي. دونك غادي تبقى تسول الناس اللي تماك، سراح مشيت السلام عليكم البلاد عندها شحال دايره انا بلاد من هاديك، وتقدر تمشي حتى للجماعه وتسول على ديك الارض واش ما فيها شي مشكل، واش ما فيها شي نزاع، واش ما فيها شي حاجه بحالكم. وهنا غادي تكون حيدت عليك بزاف ديال الشكوك، وما غاديش تطيح ان شاء الله في مشاكل. لانه الاراضي الفلاحيه مؤخرا الشباب ولاو كيلتجؤوا ليها. علاش؟ لانه فيها تتعتبر كمشروع مربح. كتاخذ ارض فلاحيه كتسيجها، كدير فيها البير، كدير فيها غرس، كتقدر ديرها بتي فارم وكتبيعها. كاينين الناس اللي بغاو ما يتصولاجاو في هذيك الارض، ما بغا يحفر ما بغا يدير والو. دونك هادشي اللي كاين الاخوان. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا. ما تنساوش تخليوا ابوني ولايك لاباج ولا شين، واللي عنده شي اسئله ولا نسينا ولا غفلنا على شي حاجه خليها لنا في لي كومونتير. تهلاو لي فروتكم الى فيديو جديد ان شاء الله.